السلام عليكم. نبدأ على بركة الله. عدنا من جديد في عدد جديد من المستديرة المغربية، والمستجدات هو القرعة ديال كأس إفريقيا، وأيضا الفريق الرجاء مستجدات ديال الانتدابات ديالو، أيضا الطاقم ديال المدرب زيمباور اللي غادي عنده كامل الصلاحية اللي يتعيين طاقم جديد، وأيضا مستجدات فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. نبدأ على بركة الله. كما تعرف الجميع أن فريق الرجاء البيضاوي حقق الازدواجية هذا العام، وعنده فترة راحة اللي تدوم تقريبا 10 أيام، اللي كان تقلصات من شهر إلى 10 أيام، ويدخل في معسكر في إسبانيا. ولكن قبل هذا كاين عنده انتدابات اللي خصو الإدارة التقنية ديال فريق الرجاء الرياضي البيضاوي تتجري باش انتدابات وتسد الخصاص ديال فريق الرجاء في بعض الأماكن، حيث عنده بعض اللاعبين سالوا العقود ديالهم، وأيضا لاعبين معارين. مهاجم التونسي معار اللي استقبلته الرجاء من الترجي التونسي، وايضا بعض الاماكن في الخصاص ديال فريق الرجاء اللي غادي نقول هو المكتب المسير ديال فريق الرجاء خصو يسد الخصاص في خط الدفاع. عنده مشكل لا فاش تكون هجوم على فريق الرجاء ديما، الا كنا احنا كمتتبعين رياضيين وكغيورين عن فريق الرجاء الرياضي البيضاوي تيضرب دائما في ظهر ديال الدفاع، وهذا مشكل عويص، لان الرجاء ديما تيلعب ضغط على الحامل الكره وتيبقى في بلوك ديال الخصم، معترك ديال الخصم. ولكن فاش تكون عنده الهجمه مرتده ديما الكرات العاليه تضرب في ظهر المدافعين ديال فريق الرجاء وتيتسجلوا منه الاهداف. هنا خص هذه النقطه هذه المدرب واداره التقنيه ديال فريق الرجاء البيضاوي انها تعزز دائما المدافع اللي يكون مكان ديال مدافع اخر ديال فريق الرجاء البيضاوي، لانه ما يمكنش عندنا بطء. مدافع ديال فريق الرجاء البيضاوي ثقيل شويه، وايضا الريفلكس ديالو تيدير بعض السهو اللي تيستغلوه الخصم. خصو مدافع اخر، وايضا خصنا مدافع خط وسط الميدان اللي تيقطع كره ويمد المهاجمين بالكره. خصهم يشتغلوا عليه فريق الرجاء البيضاوي ويملؤوا الخصاص. وايضا عندنا خط هجوم ايضا فيه نقص، خصنا حربه، لان السي موهوب. النقطه اللي غادي نشير انا للسي موهوب اللي غادي نقولها هنا، السي موهوب ما خصكش دير كما دار بالحليم. ماشي انا ضد بالحليم، ولا خصك تشوف تكون لاعب انت راه تبارك الله عندك الموهبه، خاصميتك انت موهوب وعندك موهبه كرويه في رجليك، ولكن وعندك واحد الشجاعه. باش يعجبني انا موهوب واخا هو زكال بهذا المصطلح، هو تيزكال وما تيشجعش قليل باش يسجل لك شي هدف ولا جوج، ولكن عنده واحد جيري باش يدخل المهاجم عند المدافعين ديال الخصم. وهذه النقطه هذه راه كان السي رحيمي هو اللي كان تيديرها في الفريق تاع الرجاء البيضاوي، تيتجه المدافع وتيدخل المربع العمليات وتيخلق لك اما هدف اما يسجل لك اصابه. خصو غير شويه ديال التركيز، لولا غير يهز راسو يشوف يكون عندك الزعامه، وخصك تكون في مربع العمليات تشوف فين تحط لابال، فين تحط الكره، تكون 100% احسن مهاجم غادي تكون في البطوله المغربيه. ولكن خصك تحط رجليك في الارض وتدرب، وبارك ما بقاش تصنت لدوك السماسريه ودوك الملاقين، وبارك دوك الصحفيين يبداو يشمعوا دوك الطباله ديال الصحفيين، دوك المرايقيه ديال الصحفيين، وتشتغل
باش توصل واحد القمه، حيت باقي صغير راه 20 عام تقريبا عنده الا ما غلطت، تشتغل مزيان غتوصل واحد الطوب، تكون احسن مهاجم، وغادي تكون في المنتخب الوطني المغربي ان شاء الله، وغادي تكون في احسن نوادي اوروبيه او عربيه وخارجيه بغيتي الفلوس. ولكن الا بغيتي توصل لهذا الشيء خصك اجتهاد مازال، فهمتيني، والاجتهاد باش تجيب الفتح للرجاء. الرجاء فريق عريق وكبير وفريق ديال الالقاب وكاس العرش ولا البطوله. انا هذا الكتاب خص يطوى، وخصنا داخلين دابا العصبه خصنا نتعلموا من الاهلي المصري. واش الاهلي المصري هي الرجاء؟ واش الرجاء هي الاهلي؟ علاش الرجاء الاهليه تتقلب على الالقاب الافريقيه، تتقلب. خصني تكون عندنا بحال هذا الفكر. واخا الاهلي هما تيخلصوا اللعابه وعندهم واحد البودجي ديالهم خدامين عليه مزيان تيتخلصوا هذه، ولكن الرجاء كذلك خص اللاعبين خصهم يدافعوا، يكونوا مع هذا المدرب ومع هذا الطاقم ديالو ومع هذا المكتب المسير، باش ان شاء الله الرجاء توصل لواحد البلاصه ديال افريقيا ونقض على داك الكيسان اللي كانت رجاء تقريبا دابا شي 23 عام ولا 24 عام ما عمرنا فزنا حتى شي كاس ديال عصبه الابطال. علاش نهضر ماشي كاس الاتحاد الافريقي باش يمشيش بنادم غلط، ديال كاس كاس عصبه الابطال. رجاء خصها ترجع الابجاد ديالها ديال لي فيناليست وتدير كاس ديال عصبه الابطال. وباش تدير عصبه الابطال خصها استقراريه في اللاعب في هذه التشكيله هذه، لانها تشكيله زوينه. وباش تبقى في هذه التشكيله هذه خص يضافروا جميع الجهود ويبعدوا من دوك المرايقيه ودوك السماسريه ثاني اللي بداو يطبلوا ودا يبعدوا، ويخدموا مع هاد السي بودريقه ومع هاد لونطريرون ومع الطاقم ديال الاداره التقنيه. فن عند فريق الرجاء، اداره تقنيه زوينه، اداره تقنيه، وايضا حاطين واحد الوليد زوين هو ابو شوال في الاداره التقنيه ديال فريق الرجاء. راه اداره والاستقرار ديال الاداره ديال الفريق ديال الرجاء، لا المسير ديال المكتب المسير ديال فريق الرجاء البيضاوي راه غيورين على هذه الفرقه هذه. راه ما باغي لنا فلوس لا والو، بغى يخدموا على الالقاب، بغى يخدموا على هذا الجمهور وخليو الناس خدامين. وايضا اي تشويش اي شي حاجه تبعد على فريق الرجاء. الحمد لله ما كاينش شي حاجه دابا، بودريق عارف اش يدير، والرجاء ان شاء الله راه خدامه خمسه وخميس على الجميع العينين. الرجاء تخدم، وحنا هذا الميساج وصلنا نسيموه باش يبقى في الفريق ديال الرجاء. من هذا الانطلاقه من هنا ان شاء الله للقمه، ومن هنا تبقى تسجل عاود تسجل ان شاء الله تتولي احسن مهاجم ان شاء الله في فريق الرجاء. انت دابا ترى قلناهم الطاقم ديال المدرب يكون في المستوى لا ديال الحراس السي الدغاي، الا كان غادي يبقى في كحاري داك ديال اللي مشى عرفتو افريقيا الوسطى ولا ما عرفت فين مشى افريقيا الله يسهل عليه. ولكن الدغاي راه عارفين معروف على الجميع، مدرب الحراس. يجي مساعد المدرب خصو يكون في المستوى باش يساعدوا هذا المدرب، لان افريقيا راه تتبغي شي مساعد يكون جيد. انا في نظريتي يعطيو مساعد يكون ولد الفرقه، وماشي ولد الفرقه غير ولد الفرقه، خصو يكون عنده بحال بورزوق تبارك الله، بحال كاينين الدراري اللي يبغاو يكونوا مساعد المدرب وحتى يكون نانجوان ديال زيمبابوي، لان خصو اللي يعرف لافريك. دابا الحمد لله البطوله المغربيه راه عارفها، ولكن اللي يعرف الافريك ويعرف الفراقي ويعرف دور المجموعات ويعرف كيفاش يتعامل معاهم والاقصائيات ويعرف ادغال افريقيا، هذا الشيء هذا خص شي مساعد اللي يقلب المعطيات ديال الفرقه ويساعد المدرب راه عنده ما يقول، ويسدوا الخصاص ويتكلوا على الله ويدفعوا ثاني السفينه تمشي في افريقيا ان شاء الله.
مزيد من الالقاب ان شاء الله تكون فعل الخير علينا هذا المدرب وهذه الاداره ان شاء الله باش نفوزوا بكاس عصبه الابطال. هو الشعار ديال فريق الرجاء ديال 2025. نتمنى حظ سعيد ديال فريق الرجاء في عصبه الابطال، ورساله لو وصلات. اما بخصوص نطويو في الصفحه ديال بالخير لفريق الرجاء ونمشيو نحلقوا الاولمبيات ديال فرنسا قبل ما تسالي كاس اوروبا. عندنا الاولمبيات اللي غتقام في فرنسا، وبالخصوص هذه الاولمبيات اللي غتقام في فرنسا فيها منتخب ديال الاولمبيات ديال المنتخب الوطني المغربي لكره القدم بقياده سكيتيو. نتمنوا ليه حظ سعيد، عنده فريقه زوينه. خصو يتفرج في الفيديوهات ديال الخصم اللي غادي كاين عنده في المجموعه الارجنتين، ويتفرج على هذا الخصم ديال الارجنتين. يفاز الا فاز على الارجنتين غادي تكون اللقاءات الاخرين كلهم ساهلين. نتمنى ان المغرب قادر غادي يفوز على الارجنتين، ولكن كما قلنا خص المغاربه يحطوا شويه في الارض ويكون عندهم التركيز ويكونوا ما تخلعوش. راه الارجنتين انا بغيت غنعرف هذاك الخوف في التيران خصو ما يكونش. راك انت لاعب في فرنسا وقدامك تقريبا التيران يكون 30 او 40 الف متفرج في فرنسا. هذه ما يحيدهاش الطبيب بهذه الدارجه بهذه اللغه هذه. انت تكون بحال لاعب في المغرب، اذا داك الخوف وهذه خص غير المدرب خصو كيفاش يهيئ اللياقه البدنيه تكون الكونديستيك فيزيك في الصراعات البدنيه مع الخصوم اللي غادي يكون جيد، وايضا تكون عنده رؤيه، وايضا هذه الله تيجيبوا الميداليه. خص استعدادات كيفاش استعد المنتخب المغربي في الاولمبيات. هذا الشيء اللي خصو المعسكر ديال سكيتيو خصو ما يكونش خطا. كيفاش بنى هذا الفريق، كيفاش غيدير، والتشكيله اللي غيدير، وال 23 لاعب اللي غيدي. نتمنوا ليه حظ سعيد. اما بخصوص القرعه فالقرعه في كافه المستوى نتمنوا حظ سعيد الفرق اللي غادي يتاهلوا اللي غادي يجيو كاس افريقيا اللي غتقام في بلادنا. مرحبا بهم، وغتكون احسن كاس افريقيا في التاريخ ديال افريقيا. السلام عليكم. ننهيو هذه الحلقه بالتوفيق للجميع وعواش مباركه للجميع.